احوش ذهب ولا دولار؟ تعالى وانا اقول. تخيل معايا في سنة 2015 اتنين اخوات احمد وياسر. احمد اشترى بال100,000 جنيه دولارات، والدولار ساعتها تقريبا كان ب8 جنيه، فهو دلوقتي بقى معاه دولارات تقريبا 12,000 ونص. وياسر اشترى ذهب ب100,000 جنيه، وكان جرام الذهب ساعتها عيار 21 ب263 جنيه، يعني تقريبا اشترى حوالي 380 جرام. فتخيل معايا دلوقتي لو احمد وياسر حبوا يبيعوا الحاجات اللي اشتروها في 2015 دلوقتي في 2023. بحسبة بسيطة كده، احمد اللي اشترى دولارات لو جه باعهم دلوقتي حالا بميعاد تصوير الحلقه دي هيعملوا تقريبا 560,000 جنيه. انما ياسر اللي اشترى ذهب لو جه باعهم دلوقتي بميعاد تصوير الحلقه برضه هيعملوا تقريبا 980,000 جنيه. شايفين الفرق بينهم كبير قد ايه؟ ومش بس كده، انت ممكن بدل ما تشتري سبايك وتتركن ممكن تشتري ذهب لمراتك كمان يتلبس. وعلشان كده جدودنا زمان قالوا ان الذهب زينه وخزينه. فنحب نقول في نهايه الفيديو ان ياسر ناصح خليك زي ياسر.